واشكركم جدا انكم بتعملوا كده. دي اجمل حاجه شفتها النهارده. اجمل حاجه في مصر ان يبقى في ناس كتير قوي وبياكلوا حاجات كتير ومحدش فيهم بيرمي اي حاجه في الارض سواء كبار او صغيرين. ده معناه ان احنا موجودين في مكان صح، وان الناس دي كلها عارفين يعملوا ايه. الحاجه الثانيه، انا جاي ممثل عن شركه ومعامل اس بانجلترا يو كي الخاصه بحاجه اسمها الريجنيفيشن او تجديد الخلايا الجسديه. الحقيقه الموضوع دوت لسه في مصر مش معروف خالص، ومش الناس مش فاهمه احنا ممكن نكون بنعمل ايه. انا سعدت جدا بالاشتراك في الحدث ده مع الدكتور علاء عبد الكريم، هو لسه جاي من انجلترا من اسبوع. البوست بتاعه في اول المكان هنا على اليمين، يا ريت تروحوا وتاخدوا فكره عن اللي بيعمله. انا استشاري امراض نساء وتوليد وعقم، وبشتغل اكتر في تحديد نوع الجنين بالطلب، ودلوقتي بنشتغل في انتاج اطفال بطريقه الحقن المجهري خاليين من العيوب الوراثيه والامراض الوراثيه عن طريق تقنيه اسمها PGD او فحص الاجنه مسبقا قبل نقلها للرحم. الموضوع ده معناه حاجه مهمه قوي، معناه ان احنا مش هنتفاجئ بطفل عنده اعاقه بعد كده خلال السنين الجايه. الموضوع ده معناه ان في امراض هتختفي من البشريه زي انيميا البحر المتوسط والثلاسيميا واشكال كتير من امراض الدم، لانها اي مرض محمول على الكروموسومات يمكن تلافيه قبل نقل الجنين للرحم. الدكتور علاء بيعمله هنا اول مره في مصر، حاجه جديده خالص خالص. المستحضرات دي عباره عن اجزاء من الخليه زي الميتوكوندريا وزي البيبتايدز بتنتقل للدم عن طريق مسام الجلد، وده بيؤدي الى تجديد للخلايا زي مثلا حالات سقوط الشعر، زي حالات كتير زي التهابات المفاصل او زي الصدفيه وحاجات كتير الطب التقليدي كان عاجز ان هو يعملها. انا بشكركم جدا انكم موجودين، وبشكركم انكم وقفتوا على البوست بتاعنا وشفتوا احنا بنحاول نعمل ايه. انا بتمنى ان في كل مكان اروحه الاقي الشباب عندهم نفس الحماس ده، وتاني مش بيرموا حاجه في الارض خالص. احنا نستحق كدوله وكشعب احنا يكون لنا مكانه كبيره جدا في العالم طول ما عندنا شباب زيكم. انا شايف المستوى العمري تقريبا لكل الموجودين في مرحله الشباب، وسعيد ان ابني كمان في وسطهم وبيشتغل زيهم. شكرا لانكم انتوا اديتوني الفرصه دي للكلام. برحب بكل الناس الموجودين وبضيوفنا كمان بالذات، واتمنى طبعا ان لو في اي استفسار عن اللي انا قلته دكتور وائل دلوقتي يسالني او اجاوب عليه. انا سبت حضرتك عشان خاطر اقول للدكتور علاء يجيب لنا الفلاش ميموري بتاعته عشان يقول لنا بقى العلم الكبير والجميل اللي احنا كلنا ما هو بس بيحضره. بس طبعا لا يمكن حضرتك تبقى موجود وما نتكلمش على نصائح للسيدة للجمال، للمحافظة على جمالها. طبعا اكيد الحتة بتاعت الاسترس وازاي انها تتخلص منه، لان الستات المصريات نكديات وبيتنكد عليهم. يعني الحاجتين انا برضو بحاول استثير غضب الجماهير والجمهورات، بس اقصد ان القصة النفسية عندهم مأثرة عليهم، وقصة النساء ليها علاقة قبل الحمل والسقوط الجنين، يعني حاجات كثيرة. فانا عايز حضرتك تنبه للقصة دي قبل ما الدكتور علاء يجي. يعني سنة 2005 منظمة الصحة العالمية غيرت تعريف الصحة. يعني قبل 2005 كان تعريف الصحة هو الخلو من الأمراض. التعريف الجديد من 2005 أن الصحة حالة من الرفاهية العقلية والجسدية والجنسية. ده معناه ان في حاجات كتير كانت بتحصل للإنسان مع تقدم العمر ما كانتش معتبرة أمراض، دلوقتي احنا بنعتبرها انها مشاكل لانها بتتعارض مع جودة الحياة. على سبيل المثال التجاعيد اللي بتحصل للسيدات بعد سن انتهاء القدرة على الإنجاب اللي بيسمى خطأ بسن اليأس، كنا زمان بنعتبر ده ايدج كونسيكونس او
يعني مشاكل عمريه زي التهاب المفاصل او خلافه، مع تعريف جوده الحياه. اصبحت التجاعيد لا علاج، اصبحت تعب المفاصل له علاج. يعني تعريفنا للصحه وجوده الحياه اختلف. جوده الحياه تعني حاجه واحده بس، ان كل حاجه حوالينا ده جوده مرتفعه. نوع الاكل، نوع الهواء اللي بنشمه، خلوه من التلوث، الحاجات اللي بنستخدمها، الناس اللي حوالينا. فطبقا لجوده الحياه، ان الست ما يصحش ان احنا بعد ال50 نتعامل معاها كانها كائن انتهى عمره الافتراضي. الحقيقه ان هم الناس في اوروبا، في اليابان بالذات، بيبتدوا يتفسحوا ويلفوا العالم بعد ال60. وده معناه ان احنا اهتمامنا بجوده الحياه لازم يبقى في عندنا حاجه اسمها القدره على التجديد والريجوفينيشن. دلوقتي هنشوف الفلاش ونشرحها لكم. طيب انا بس عقبال ما يجهزوا الفلاش ميموري ويحطوها، اتحطت خلاص زي الفل. بس انا مش عايز الدكتور رؤوف يمشي، انا عاوز كل الستات والرجاله وكل الناس تيجي هنا عشان هساله سؤال مهم جدا جدا جدا، وهذا السؤال يعتمد عليه لا ما هو لا، انا عاوز اسالك سؤال والله مهم جدا. احنا كرجاله لما نتعامل مع الستات العصبيه والقلق، وتقول لك اصل دي هرمونات، صح؟ فانا عاوز اعرف هل فعلا في حل لموضوع لخبطه الهرمونات؟ يعني عشان احنا نعدي المواضيع دي. حتى في عباره شهيره كده على الفيسبوك دايما، هو بيقول لك واحد مراته اتخانقت معاه فبيقول لها ده بجد ولا هرمونات؟ فيعني دايما الستات عندهم حته اصل دي انا الهرمونات، اصل انا مش عارف البيريد قربت، اصل انا لسه مخلصه. يعني في حته هل هي حقيقه ولا لا، وازاي نتخلص منها عشان نعيش عيشه هنيه ان شاء الله يا رب؟ يعني هو دكتور وائل بيسأل سؤال هسأله بطريقة تانية. هل اختلال المزاج عند السيدة هو حقيقة قهرية ولا هي تلكيك منها؟ فأنا بدل ما هجاوبه أنا هسأله هو سؤال. حضرتك تستحمل إنك تنزف كل شهر 5 أيام؟ لا، الراجل ما يستحملش. لا لا لا. الحقيقة إن اختلال الهرمونات له أثر يعني مثبت على تصرفات الانسان سواء راجل او ست. والستات بطبيعه تركيبتهم بيمروا بفتره غصب عنهم لازم احنا نتحملهم فيها. وعلشان بقى اقول لكم دي مفاجاه النهارده، عظمه الستات دي عامله ازاي. الامريكان اشتغلوا في علم الالم عشان ما صعبش الدنيا عليكم. الصداع 2 دول، الدول دي وحده الالم. المغص الكلوي 6 دول، 6.5 7 دول. الألم بتاع المثانة في السرطان يقترب من 8.5 دول، وكتب عنه يوسف إدريس قصة قصيرة اسمها لغة الآي آي. الراجل عند 8 دول يجيله جلطة في قلبه يموت، ما يقدرش يستحمل الألم. الولادة الطبيعية من غير دكتور 12.5 دول. الست بتستحمل حاجات لا يستطيع الرجل تحملها بأي شكل من الأشكال. انا عرفت ليه الستات بتحب حضرتك يا دكتور، انا فهمت دلوقتي، وهحاول ابقى نصير للمرأة في الفترة القادمة. انا طبعا كنت هسأل سؤال واقول مين اللي معايا بيؤيدني ان الستات بتعكنن على الرجالة وكذا، وعايز اسمع بقى صوت يعني حد يقول لي معايا ولا مع الدكتور لا استنى اما اشوف مين اللي معايا ومين اللي معاك. انا مش هقارن بين الراجل والست، بس الراجل الحاجه الوحيده اللي ممكن تنمو جواه ورم، سواء ورم حميد او خبيث. ولكن الست ينمو داخلها حياه. الست لما بينمو داخلها، الست هي اللي بتجلب للحياه الراجل والست. الست هي اصل الحياه اصلا. لا يستطيع رجل ان يتحمل ورم في المعده الا لغايه 20 سم. البيبي وزنه 3 كيلو ونص، والمشيمه نص يبقى 4 كيلو، والسائل الامنيوسي كيلو 5 كيلو. اذا الدكتور وائل شال شنطه 5 كيلو لمده ساعتين 3 هيعمل كده، بعد 4 ساعات هيعمل كده، بعد 6 ساعات ايديه هتتشل. الست بتشيل ال5 كيلو دول في الشهر التاسع 30 يوم. لا استنى، لا لا لا، وتنزل تودي عيالك النادي التمرين، وبتشتغل سكرتيرة وخياطة وطباخة وعشيقة وغسالة وبتكوي.
حضرتك بتروح الشغل تمضي وتزوج. خلاص يا دكتور، ايه ده؟ مش ممكن يعني، حرام عليك يعني كده كلهم هيتغروا. انا هروح البيت مش هعرف ادخل البيت، هتكرشني بره البيت او هتضربني او هتقول لي خش اغسل المواعين اللي جوه. يعني حرام عليك والله يا دكتور. يلا مش مشكله، على اي حال الحمد لله، كانت فرصه سعيده، ما تجيش هنا تاني. استنى بس يا دكتور، استنى ثانيه واحده الاول قبل ما تمشي. دي اللحظة اللي أنا كنت خايف منها، هي دي اللحظة اللي أنا كنت خايف منها ومتوقعها، عارف إن أنت اللي هتكرميه، فاهم وعارف ليه. بس بصي، كل اللي قاله دكتور رؤوف ما تصدقيهوش، فاهمة؟ طيب ماشي. ولا هو ما بيحبش التكريم، على فكرة يعني. انا اخصائي النساء والتكريم اصلا. بجد دكتور رؤوف من الشخصيات الرائعة الجميلة أوي 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 أوي. عارفاكم كلكم عايزين تطلعوا تكرموه. انا ممكن اديكم الفرصه دي على فكره، كل اللي عايز يكرم الدكتور رؤوف رشدي يطلع معايا على المسرح، يلا. يلا يلا يلا، كل الستات كل السيدات الموجوده، يلا يلا. الحمد لله. لا لا كلهم. طب كل كلمة حق. اتفضل. يا فندم. احنا بنشكرك جدا جدا جدا، بجد جميل. انت يو ار ويل شامب. يلا يلا يلا، اهلا بيك، اتفضلوا. يعني انا انزل بقى ولا كل لا مكان. شكرا يا دكتور، انت تستحق كل خير، بتقول الكلام من قلبك. يلا اتفضلوا، يلا يا جماعه، يلا يلا. انا عارفه كنتوا مكسوفين. الرجاله اللي معايا فين؟ كل ستات فين؟ بنشكرك جدا. يلا. انا بشكركم وبحترمكم وبنحني لكم، انتوا ستاتنا وتاج راسنا، انتوا اللي شايلين حياتنا، انتوا اللي عم تعملوا اولادنا، انتوا المدرسه والمصنع والمطبخ، انتوا اللي بتخلوا بيوتنا حلوه. ربنا يسعدكم ويخليكم لنا، ومهما تنرفزتوا علينا، الرجوله الحقيقيه ان نحتملكم. الراجل اللي يشكي ما يبقاش راجل. يا لهوي. لا متشكرين يا جماعه، اتفضلوا حضراتكم كده، خلاص. متشكرين بجد، ميرسي. وكل كلمه قالها دكتور رؤوف انا بايدها جدا جدا جدا. دكتور رؤوف بجد حبيبنا، دكتور رؤوف بجد قلبه كبير وعلمه غزير ومتحرك. كل حد من اللي انا بحاول كنت اعزمهم قالوا لي ما دكتور رؤوف خلاص عملها وعزمنا. كل الناس بتحبه بجد باسلوبه البسيط السهل، ومقدم لنا هديه جميله جدا 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 عماله تتعرض ورايا. بجد انا عاوز كل الناس اللي موجوده تيجي تسمع، لو تجيبوا كراسي هنا وتسمعوا النص ساعه اللي جايه ديت او التلت ساعه، معرفش دكتور علاء هيتكلم قد ايه. بس الموضوع ده بجد ولاده لعلم جديد، هو جديد بالنسبه لنا في مصر انما في العالم علم قوي جدا جدا. دكتور علاء من الناس الرواد في هذا المجال، من انجلترا رأسا الى المكسيم مول يوم 2 والنهارده كام؟ 3 نوفمبر صح؟ وننطلق معاه انا والدكتور رؤوف وكل الناس اللي معانا، لان العلم اللي هيتكلم عليه دكتور علاء هو علم الطب التجديدي. الدكتوره كانت من شويه بتتكلم على المسنين واعتبرتني انا اولدر ادلتس، كبار. فدلوقتي بقى في علم ازاي اجدد الخلايا، اللي قاله دكتور جمال من شويه الابوبتوزز. القصه دي هنفهمها من الدكتور علاء، وهنفهم ازاي نجدد الخلايا، وازاي المنتج الجديد الجميل اللي بادي حاليا بالبشره بس طبعا والشعر طبعا، بس هيخش على بقيه الحاجات لانه علم كبير. دكتور علاء عالم، انا يعني تشرفت بجد ان انا اتعرفت على حضرتك، وبجد ايدي في ايدك انا والدكتور رؤوف، لان مصر محتاجه حاجه كده، محتاجين نشتغل كويس، محتاجين نكمل كويس في هذا المجال، ومحتاجين دكاترتنا يتعلموا هذا الموضوع. يبقى دكتور نساء ومعاه طب تجديدي، دكتور اطفال ومعاه طب تجديدي، يعني كل المجالات.
وبجد بجد يعني انا مش عارف لو في مسرح كبير وعالي كده هطلع حضرتك عليه، فتحب هنا ولا تحب تحت؟ هي بس عشان الاضاءه هنا مش تمام قوي، ف لا خليك احسن، مش مشكله. طبعا بتشرف بحضرتك، وهو هيقول بقى كل حاجه عن العلم والطب التجديدي، وهو عن حياه شخصيا. بس انا نفسي بجد